محلات المندي أريدها كل تعزل لأنهم تمور جابت لكم وصفة مندي رهيبة. بس شوفوا لي المنظر مالتها حبايب قلبي، حتى الطقوس حتى الشنينة كلها سويتها على إيدي. بس الطقوس والشنينة راح أنزلكم إياها بغير فيديو على مود لا يطول علينا الفيديو حبايب قلبي. شوفوا لي المنظر، شوفوا لي الدجاج، شوفوا لي اللحم ذايب ذوبان حرفيا. تعالوا أنا وياكم خلينا نشوف الطريقة حبايب قلبي. طبعا هنا المنظر يرد الروح كله. خلص الحمد لله والشكر. هنا نقعت اللحم قبلها بيوم، غسلته ونقعته بالبهارات الحب وملح وخليته بالثلاجة. ثاني يوم طلعته سويت الصوص. طبعا الصوص راح اكتب لكم اياه تحت الفيديو على مود لا يطول علينا الفيديو. ونقعت بيه اللحم وصدر الدجاج حبايب قلبي. نقعته وسلفنته كل زين وخليته لمدة 4 ساعات بالفرن. ما احكي لكم ذوبان حرفيا ذوبان طلع. هنا التمن عيوني انتو نقعته قبل ساعة وغسلته كل زين ونقعته ساعة تقريبا. بعدين خليت جدر على النار وخليت وياه بهارات حب. بزلت التمن مالتنا حبايب قلبي. طبعا ما أخذ 7 دقائق إلى 10 دقائق. بعدين صفيته وحمست الفلفل والبصل والبهارات. طبعا همين راح اكتب لكم اياها تحت الفيديو. حمستها كل زين وضفت عليها التمن طبقت عيوني انتو. وبعدين ضفت صبغة المندي، طبعا هاي اشتريها من العطار، وهدرته سلفنته بالنايلون. اني هاي طريقة التهدير مالتي. وبعدين قلبته كل زين. اخر شي خليت له فحماية صار عندنا تمن مندي يجنن. هنا اللحم وصدر الدجاج طلعته. شوفوا لي المنظر وانتوا احكموا عليه. علينا وعليكم بألف عافية. وقولوا لي اذا عجبتكم الطريقة عيوني انتوا.